هاي كيفكن؟ بتصدقوا انه ممكن نعمل كنافة طيبة وسريعة بدون فرن وبمكونات بسيطة وموجودة بكل بيت. اليوم رح فرجيكم وصفة من اختراعي سميتها كنافة الغلابة، وطعمها بتنافس الكنافة الأصلية بمليون مرة، بس بطريقة جديدة ومكونات غير المعتاد. يلا نبلش لنشوف الوصفة. أول شي رح جهز الحليب اللي بدنا نسقي فيه الكنافة. ايه رح نسقي فيه الكنافة. خليكم معي لتعرفوا، هاي طريقة جديدة قلتلكم. بنحط فوقهم 3 كاسات ونص من الحليب، وفوقهم 5 معالق من السكر، وإذا بتحبوه أحلى فيكم تزيدوا كمان معلقتين أو 3 حسب الرغبة يعني. وبعدها بنضيف علبة كريمة 200 ملي وبنخلطهم كل المكونات منيح مع بعض. بعد ما بتجهز الخليط بنحطه بالبراد لوقت اللي نستخدمه. وبعدين بنحط بمقلاية حوالي 100 جرام من الزبدة أو السمنة حسب المتوفر. فوقها بننزل بالكنافة بعد ما بنكون مكسرينها. أنا هلأ الكنافة اللي جايبتها هي من البيم أو اليوزبر اللي عايش بتركيا بيعرفها. مستوية نص استواء يعني. أو فيكن تجيبوا الكنافة العادية، بس أنا هذا المتوفر حاليا. وبنقليها منيح لحتى تاخد لون ذهبي. بس المهم ننتبه ونضل نقلبها باستمرار وتكونوا عيننا عليها، لأنه الكنافة بسرعة بتستوي ممكن تحترق إذا تركناها. ونخلي النار دائما يعني نار مو قوية، وسط. ومثل ما عودتكم بكل فيديو بحب أترككم شي صغير تتذكروني فيه. تعرفوا إنه في دراسة بتقول إنه صوت الآلي والطهي ممكن يزيد الشهية؟ يعني حتى الصوت اللي بنسمعه بالمطبخ بخلي الدماغ يحضر للأكل والجوع أكتر. لهيك يمكن أوقات منجوع بس من ريحة وصوت الأكل قبل ما ندوقه. وبتعرفوا إنه الواحد وقت يكون جوعان ممكن يفتح البراد أكثر من 10 مرات بس مشان يشوف إنه رح تتغير الأكل بالبراد، ولا رح يزيدوا شوي ولا رح ينقصوا. مين منكم هيك بيعمل؟ شو قلتي له ليش؟ وهذا لونه بعد ما قلبته حوالي ربع ساعة على نار وسط. مثل ما شايفين أخذت لون ذهبي، صارت بتجنن وصارت كتير مقرمشة. بعدها خلص بنطفي النار تحتها وبنسكبها بأي جات أو صحن متوفر عنا، وبنوزعها هيك بشكل متساوي على كل الأطراف. وبعدها مباشرة وهي سخنة بننزل فوقها هذا الخليط اللي عملناه قبل شوي. اسمعوا لي الصوت كيف. الصوت لحاله بشهي وبيعطيكم قديش هالأكلة رح تطلع طيبة بتاخد العين. وهون تركتها لحتى تغب الحليب كله. شوفوا كيف أنا ما وقفت الفيديو، سرعت لكم إياه لحتى تشوفوا كل كمية الحليب كيف اختفت. تقريبا بتاخد نص ساعة. يعني تفكروا إنه الحليب كتير؟ لا مو كتير، حتى ممكن تزودوا عليه نص كاسة، هي بتتحمل. الكنافة هون صارت طرية وخلص ما أحلاها صارت. من قيمة بالبراد لحتى تبرد تقريبا شي ساعة، أو لحتى انتو تقدموها. والله في أسرع من هيك وصفة؟ يعني ولا أسهل، يعني عندكم جايكم ضيوف واحد اثنين ثلاثة بتكون جاهزة. وهي هون بعد ما طلعتها من البراد أخذت تقريبا شي ساعة. انتو فيكم تحطوها قد ما بدكم، بعدين ما نقطعها بالحجم اللي انتو بدكم اياه. هلا كل ما ضلت بالبراد كل ما بتكمش أكتر على بعضها. أنا حبيت أقدمها بطريقتين تنتين. مرة حطيت لها عسل ومرة تانية حطيت لها شوكولا. انتو فيكن تحطوا اللي بدكن اياه. التنتين طلعوا بياخدوا العقل. فيكن تحطوا معهم قشطة، وفيكن تقدموها مع بوظة. يعني ولا أسهل ولا أسرع. وإذا عندكم فستق حلبي يعني بيكون الجو والليفل صار عالي كتير، يعني منه بيعطيها لون وطعم أطيب. والله في أسرع من هيك، في أسرع من هيك وصفة. والله طلعت بتاخد العقل، نصيحة تجربوها. وهي هون عم أقدمها بالطريقة التانية، حطيت لها كمان قشطة، حطيت لها فوقها شوكولا. بالشوكولا طلعت كتير 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 طيبة، يعني أنا حبيتها بصراحة بالشوكولا أكتر. بس انتو شوف تفضلوا فيكم تحطوا مثل ما قلت لكم قشطة، بوظة، كنافة سحلب، اللي بدكم اياه فيكم تمشوه. والله في أسرع من هيك وصفة؟ ما في هي اختراعاتنا وبس.
وبس هيك، لهون بتكون وصفتنا صارت جاهزة. إن شاء الله تكون عم تعجبكم وصفاتي. يعني بس انتوا كتير كتير مقصرين بحقي، يعني لا لايك لا تعليق لا اشتراك بالقناة، معاملة مع الله. يلا بس رح ارجع انزلكم. واذا عم تعجبكم وصفاتي وعم تحبوا تشوفوني مرة تانية، لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة. بحبكم بالله، سلام.